في البراح دايما احنا بنقدم نماذج عملت في حياتها حاجات مهمة واتغيرت من حالة لحالة. احنا معانا النهاردة شخصية ملهمة غيرت نفسها من قاع وحش جدا لحد النهاردة الحمد لله هي قدرت تساعد ناس ان هم يبقوا احسن. هنتعرف النهاردة على الشخص الملهم الانسان معتز المصري. اهلا بيك يا معتز. حبيبي يا محمد، اهلا بيك. ايه الاخبار؟ كله تمام بخير الحمد لله. الحمد لله. طبعا انت طلعت في برامج كتير قبل كده. احنا النهارده هقسم معاك الحلقه او اول جزء في الحلقه ل6 مراحل. تمام. المرحله الاولى هي مرحله لحد لما كان عندك 7 سنين، من 7 سنين لتحت. فاكر الفتره دي؟ اكيد فاكر بعض منها شويه. ويمكن اكتر فتره فاكرها فتره الحضانه، اللي هي الطفوله وانا صغير وانا بلعب كنت بعمل ايه ما بعملش ايه. اكيد كنت فاكر الشكل ده كويس جدا، بس كنت فاكر ان انا طفل مؤذي يعني كنت دايما كل اللي فاكره ان انا كنت طفل في السن ده مؤذي، بحاول اذي صحابي حتى لو كده يعني اذيه ملهاش هدف. باذي الناس اذيه ملهاش هدف، انا باذي وخلاص، باذي عشان اتبسط، باذي عشان اي حاجه، المهم ان انا كنت باذي الناس في طفولتي. كنت بتلفت النظر؟ بحب دايما ابقى متشاف، دي كانت اكتر حاجه بتبسطني اصلا. ولما كنت بتأذي كنت بتتشاف؟ لا، ما انا كنتش بتشاف، انا كنت بداري، بس جوايا انا غريزه كانت بتتبسط. بس دايما انا بحب اتشاف، وممكن اذي عشان انا ما اتشافتش وفلان اتشاف مكاني. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي بتضايقني. لا انت متشاف وانا لا، ازاي؟ انا عامل مجهود اكتر منك، انا في حته المفروض اتحط احسن منك حتى واحنا اطفال. انت واخد ستار انا لا. الكلام ده كله كان بيضايقني، ما بحبش اشوف حد احسن مني. كنت بتحب تعمل ده ليه؟ يعني ايه اللي كان الدافع ورا انك عاوز تبقى تاخد الستار، تبقى نمبر 1 كطفل؟ عايز ابقى انا اللي ظاهر، عايز ابقى انا اللي متقدر، عايز ابقى انا الناس كلها شايفاني. يعني كنت بتنتظر التقدير دايما؟ بس مش عايزه بمجهود. فيما بعد يعني هيظهر معايا ان دي كانت مشكله، بس انا كنت من زمان وانا صغير انا مش عايزه بمجهود اصلا. لا، انا عايز الموضوع يجي لي سهل وابقى متقدر. نيجي ندخل بقى المرحله اللي بعد كده وهي من 7 ل 14. دي بقى مرحله البلوغ وبدايه المراهقه. كلمنا عنها شويه بقى. دي تعتبر اول السكه بالنسبه لي بقى، مش قصه كبلوغ ونضوج، لا بالعكس، دي كانت اول السكه بالنسبه لي وانا مش عارف اصلا. يعني هي كانت اول الطريق بالنسبه لي وانا مش عارف. طبعا كمعتز حاسس نفسي ان انا بكبر، بيبتدي كل حاجه فيها في تكويني اصلا بتتغير وبكبر وسني بيكبر والصحاب بتكتر من حوالين مني. كان دايما في الحلو وفي الوحش، بس كان في دايما ناس قريبه مني. افتكر اول حاجه كده جات لي واول طريق جالي، كان عندي واحد صاحبي كده وانا في 5 ابتدائي وقال لي تعالى انا عايز اشرب سيجاره وافتكر ان انا ساعدته ووديته المكان عشان يشرب السيجاره، لكن انا ما شربتهاش. ولما عزم عليا انا رفضت جدا، ان هو لا ازاي انا هشرب سجاير او الكلام ده هيكون موجود، لا انا مش هعمل ده. بس وصلته يعني الى حد ما، كنت اداه معاه في ان انا اساعده ان انا اوصله المكان يستخبى فيه عشان يشرب السيجاره. وفعلا هو شرب السيجاره وعزم عليا، انا ما رضيتش لحد ما انا عملتها لوحدي. يعني انا كنت عايز اعملها انا لوحدي، مش عايز حد معايا. انت مش هتديها لي، لا انا اللي هاخدها. ان انا اصلا الموضوع في دماغي يعني. كان عندي مثلا اخويا في البيت بيشرب سجاير، بابا الله يرحمه كانش بيشرب سجاير، الموضوع ده اصلا ما كانش موجود. بس كان عندي اخويا كان بيشرب سجاير، فكنت دايما بشوف اشم ريحتها، عايز عارف ان الكبير هو اللي بيشربها مش الصغير. فانا خلاص انا كبرت، انا دلوقتي بنزل لوحدي وبطلع لوحدي وبروح لوحدي، مفيش باص مدرسه بيوديني، مفيش باص بيجيبني، خلاص انتوا عايزين ايه مني بقى؟ وفعلا ابتديت اسرق سجاير من اخويا وبدات اشربها واجرب وزي بقى ايام زمان بقى الاطفال بقى في الحمام وابتدي بقى ارش حاجات عشان ما يشموش الريحه واستخبى واعمل وابقى خايف ومرعوب، بس بعمل الغلط. مش هاممني، مش همك. ودي كانت بالنسبه لي اول الطريق واول مراحل. وبعديها بقى بدات انفتح بقى على ايه، الاصدقاء بداوا يتغيروا، يعني حتى صحابي شكل صحابي بداوا يتغيروا، الدوائر بتكتر وبتتغير. غير ان هي بتكتر بدات ادور على اللي شبهي بقى خلاص. اللي بيشربوا زيك. انا مش عايز بتاع النادي، مش عايز اللي بيلعب رياضه كويسه، مش عايز. مع اني انا كنت ابتديت ان انا كنت هلعب، يعني بدات ان انا اخش في مجال الرياضه شويه باسكت، كنت من خلال الدراسه كانوا الناس حاطيني والمفروض ان هم كانوا مقويني، بس انا اخترت الطريق التاني ودورت على الصحاب التانيين. الصاحب ساحب يعني.
ده اكتر حاجه. هو اكتر حاجه. انا بقول لك اهو، انا الصاحب دور عليا عشان انا اوري له المكان. لا انا وريته المكان بس انا عملت، بس هعمله لوحدي الاول. اجرب لوحدي مش هجرب مع حد. اوكي. بعدين بقى بدات ان انا خلاص بتجه بقى، بقيت بختار اصحابي، بس بختار اصحابي للشكل القريب مني اللي انا عايزه، اللي هو السلوك السيء. انا عايز اشوف مين سلوكه سيء شبهي، معتز هيروح له على طول. وهي دي كانت الدوائر بتاعتي بقى في الايام دي. في فتره بدايه المراهقه. بدايه المراهقه. نيجي بقى بعد كده من 14 ل 21، دي بقى فتره ممكن تكلمني عنها براحتك. دي الحرب كلها اصلا، بدايه الحرب. يعني دي بدايه المعركه. بدايه الحرب طبعا. هتكلم عن الموضوع بشكل عام يعني، واللي حصل كده تدريجي. انا افتكر ان انا بدات اطلع بقى المرحله اللي هي كنت افتكر اياميها يعني، في مرحله الاعدادي دي، واللي هو اللي بقى خلاص بقينا شباب كبار، وينفع كمان نبات بره البيت، وحاجات كتير ينفع تتغير، مش زي زمان بقى كان مقفول عليا وبتاع. لا بدات اخد راحتي اكتر في البيت. اكيد طبعا الناس كل ده مش واخده بالها في البيت ان في حاجه اساسا حتى غلط او مريبه بتحصل، ولا حتى السجاير عطيناك الامان جدا. الناس بتاعت زمان دي كانت طيبه. فما كانش فيه اطلاع، مش فاهمين في ايه اللي بيحصل، ومش شايفين ان انا متغير، مش شايفين ان في حاجه بعملها، مع اني كل يوم برجع كنت بالسجاير في البيت واخبيها وانزل بيها من البيت واطلع بيها، واللي يفضل معايا مفيش مراقبه يعني. مفيش. لا ما هم ما كانوش متخيلين، وانا مأمن نفسي. ما هو انا طفل ذكي. ما هو ده بقى ده اللي بيتبان عليه المدمن، ان انا كنت اصلا طفل ذكي جدا كمان. فانا عارف اخبي الحاجه فين، وعارف ما تشافش ازاي، وعارف ازاي مش هتعرف. وفعلا الرحله ابتدت معايا ان بدات اقفل على دايره صحابي كده، اصدقائي يعني، وبدانا نغذي الفكره لنفسنا. ايه رايكم امتحانات الاعدادي هتخلص وكده، ايه رايكم تعالوا نروح نبات كام يوم بره، ونعمل حاجه مجنونه وبتاع ومش عارف ايه وكده. طب هنعمل ايه يا ابني، نجيب ايه، احنا مش عارف ايه. الدنيا كانت اسهل حاجه واسهل حاجه لينا، ويعني اللي سلسه جدا ان هي نعرف ان احنا نجيبها، كانت الخمور، الواين. دي كانت بالنسبه لنا ما فيهاش تفكير. وكانت احنا كنا 3 وساعدنا بعض على السوق، يعني على ان احنا هنروح للحاجه دي، وكل واحد فينا بدا يخطط هنروح نقعد فين، وهنجيب ايه، وهنعمل ايه، وازاي. وفعلا وقد كانت، والخطه فعلا نجحت كويس جدا. ورحنا جبنا الحاجه واخدنا. وده كان اول مره في حياتي ابتدي اتعرف على المخدرات. كانت خمور. وصلت في الواين لمرحله الادكشن؟ لا ولا بس ما حبيتهاش؟ بس هي ادتني الطريق. يعني هي كانت السكه اتفتحت من خلالها. كانت الطريق ليا. دي كانت البوابه. يعني انا بالنسبه لي كانت الخمور هي البوابه. ودي بقى اللي هتبان في ان انا النهارده باخد نشوه المخدرات بس مش عاجباني من المخدر ده، فهبتدي استبدل. انا خلاص كمعتز خدت الواين وبدات اشربه مره واثنين وثلاثه، وبقى كل خميس، وبقى كل يومين 3، وبقى كل ما نروح حته، وبقى كل ما نروح مكان، بقى كل ما نروح نسهر، بقى بندور على الاماكن اللي ممكن نلاقيه فيها. خلاص ما احنا عرفنا ان ده سهل. لما بدات احس ان انا مش مبسوط معاه، بس انا في نفس الوقت دماغي ومعتز عايز نشوه الضرب، نشوه المخدرات، عايز حاجه تهدي لك افكارك. لا عايز السعاده بتاعت نشوه الضرب دي، اللي هي اللي بتغذي لي عندي الحته دي النهارده، اللي بتخلي معتز بتعلي الدوبامين بتاعي، بتخليني النهارده انا في سعاده مش لاقيها في حاجه تانية. ومن هنا بقى ابتديت اتحرك ان انا ابتدي ادور على دايره اصدقاء تانية بتشرب ماده مخدره تانية، عشان انا النهارده مش لاقي سعادتي في المخدر ده. وقد كانت. وبدات اشرب اللي كان على ايام ما بدات في السن ده، كان اللي هو الدخان او الحشيش. كان متوفر، وكان غالي شويه طبعا، بس كان متوفر، وكان اسهل حاجه المفروض تتجاب برضو بعد الخمور. كانت متاحه، وكانت يعني دنيته سلسه كده، ونعرف نتعامل فيه هنا وهنا وهنا، ومحدش بيشك فيه، وبيتحط زي السيجاره، وبداوا يسهلوا لي الدنيا وبتاع وتعالى. وفعلا جربته، عجبني اكتر من الخمور. وبدات ماشي معاه فتره. قعدت فيه قد ايه؟ ما كملتش فيه سنه.
بدات نقلتك سريعه قوي يا معتز. لا ما هو ده ما كانش ده، مش ده برضو، انا مش عايز ده. انت عايز الاعلى، انت هو عمال بدأ تعلي الليفل. بالظبط. انا لما بدات اروح معاه بدا يخنقني. انا مش في المرحله اللي هي السنه دي، اخر السنه دي، لا هو بدا يخنقني. انا مش مبسوط بيه. يعني ازاي الناس اللي بتطلع في التلفزيون دي بتضحك وبتعمل وبتاع، لما بشوف في الافلام كنت وانا صغير، لا انا مش مبسوط اصلا بيه نهائي. لا انا هو مش مديني اصلا اللي انا عايزه، ولا مديني السعاده، ولا مديني الضحك، ولا كانش بيخليني اعمل حاجه غير ان انا باكل. افتكر يعني هو ده اللي كان بيعمله لي، وده مش اللي كان معتز عايزه برضه. افتكر اياميها بدات بقى اخش على مرحله الثانويه عامه بقى خلاص. اللي احنا بنتكلم هنا قبل ال 21 لسه، احنا كل ده قبل. بدات اخش على مرحله الثانويه العامه، ودي كانت بدايه فشل بقى. مش بدايه نقله مخدرات، لا دي كانت بدايه فشل. افتكر كده ان انا كنت رايح اجيب، كنت لسه داخل ثانوي وكده وفرحان وبتاع، وراح اجيب النتيجه وبتاع، ولقيت نفسي ان انا ساقط اصلا، مش عارف اعمل حاجه في ثانويه عامه، مع اني كنت في مدارس خاصه ومدرسه كويسه جدا، يعني كانت من افضل 3 مدارس في اسكندريه. وللاسف رحت مش لاقي اسمي، افتكرت ان انا نجحت، بس للاسف لقيت كده في ورقه محطوطه على جنب اللي هم الناس اللي اللي ساقطين، سقطوا خالص ومش هيكملوا. وبدات من هنا اتجه لايه، ان انا ابتدي بقى اشغل ذكائي، الذكاء المدمن بقى، ده اللي انا ما كنتش اعرف ان ده ذكاء المدمن، ان انا ابتدي اوجه فكر اهلي ان انا مش مستقبلي مش هنا، وانا مستقبلي في حته تانية خالص، وانا محتاج ان انا انقل تعليمي. ومن هنا بقى ابتدت الايه، ابتدت تنزل بيا في المنحدر بقى. اقتنعوا جدا، وعرفت اقنعهم كويس جدا 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 ان انا مستقبلي في الدراسه الثانيه دي اللي انا هروحها بدل الثانوي العام. حولت اساسا من ثانوي عام لدبلوم عادي، يعني كان ايه، دبلوم عادي سياحه وفنادق. والناس اقتنعت بكلامي وفعلا، وشافت حياتي الجايه كلها ومستقبلي الجاي كله في الحته دي. وده كان فعلا بدايه الحفره بقى اللي انا مش شايفها خالص. بدات اتنقل من هنا لهنا، من مكان لمكان في التعليم. بدات اتعرف على فئه تانية خالص بقى من الناس. خلاص الليفل عمال ينزل. ما انا بقول لك خلاص، دي بدايه الحفره، مش شايف الحفره. يعني الليفل بقى بدا ينزل بيا خلاص. كل ده خلي بالك، انا كل ده اهلي هم محدش عارف حاجه ولا حد شايفني، وانا بارع جدا. كل ده انت بتدير حياتك جداً في الخفاء جدا في الضلمه يعني. وماديا مفيش مشاكل معاهم، وباخد مصروفي وبكفي نفسي، وعارف اكفي نفسي من الحاجه دي. هو دايما المدمن بيكون عنده حسن تصرف، يعني في انه ذكي بيعرف يجيب. مش حسن تصرف، هو ذكي ودمه خفيف وحكايته حلوه بالظبط، بس نصاب جدا. ماهر نصاب ماهر. ايوه هو نصاب ماهر. ما هو عايز النهارده، هو داخل النهارده مثلا على محمد، انا متارجت النهارده انا هروح لمحمد، هاخد منه ايه، هطلع منه جيبه بايه. اليمين، محمد في جيبه اليمين كذا، انا هاخده وهسيب له اللي في الشمال. موضوع اكبر من ما انت ممكن تكون متخيله. لا متخيل. موضوع معدي مع الفكر بتاعنا والحته دي، لا الحته بعيده خالص 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 خالص. هشرحها لك في الاخر والفرق بتاعها. بس هنا بدات بقى ان انا اخش التعليم ده، او يعني اروح من حته لحته، وبدات دايره الاصدقاء تتغير. بدات اخش بقى لماده تانية خالص اللي هي الادويه، كيميكال. وهنا بقى ابتديت الاقي نفسي صعب قوي بقى. لا ده انا لقيت نفسي صعبة ايه. ده هنا معتز لقى نفسه، اللي انت متخيلوش بقى ان انا هنا لقيت نفسي. هو ده اللي انا كنت عايزه. لو انت فين من زمان اصلا، بقى لي كام سنه عمال رايح جاي فين. بس الادويه الكيميكالز بتسحب قوي المخ، يعني بتخليك مش فايق، بتخليك مش مركز، بتخليك بالعكس هي في ساعتها وانت واخدها، لكن المرهق للمخ اكتر المواد الدخانيه، الحاجات اللي فيها دخان. اوكي. هي دي المتعبه ودي المسببه للامراض النفسيه اصلا. اوكي. المواد اللي فيها دخان زي الحشيش والايس اليومين دول والحاجات دي، المواد دي هي اصلا اللي مسببه للامراض النفسيه. لكن الادويه ما فيهاش مشاكل، فيها مشاكل ساعتها ان انت طبعا بتفقد الوعي والكلام ده كله، انا معاك في ده، بس ده في توقيتها.
لكن تاثيرها على المخ طويل المدى شويه. اللي سريع المدى الدخان. اوكي. بس معتز لقى نفسه النهارده، لقى نفسه، فرحت جدا. كنت افتكر بروح المدرسه دي وانا في الثانوي كنت بحس ان انا طاير. انا مش ماشي على الارض، انا طاير. انا افتكر كنت فعلا ببقى طاير. كنت ببقى جايب حاجتي من بالليل وعامل حسابي انا والجروب. انا والجروب بتاعي بننزل نجيب كان في جروب جروب. كان جروب كبير. وكنا بقى ايه، المدرسه كانت مشتركه بقى، فايه كانت كل الاجواء جميله، كانش في حاجه وحشه. انت طبعا النهارده راجل بتحب كل حاجه غلط. فالاجواء كانت جميله. هتلاقي بقى انت جدا زعيم العصابه جدا. لا كان في زعمه كتير، وفي اتضح برضو من الجنس التاني فيه كتير، وبدات بقى اختلط ان اكتشفت بقى ان في بنات اصلا كمان بتشرب. فالموضوع بقى احلى واحلى اصلا. بقى جميل جدا. هتقول انا الاول قاعد انا الاول قاعد معاكم انتوا وعمال اروح واجي وبتاع. لا ده انا لقيت النهارده فيه، ولقيت فيه بيقول لك لحد عن لا ده عدونا، يعني لقيت ان هم معديني بمراحل، وده ضايقني. يعني انا على كل ده لازم تعدي بقى. انت ليفل الوحش بقى. ده انتوا كده. لا انا كده ما وصلتش فعلا. هو بكلمك بجد، ده كان حقيقي كل تفكيري. يعني انا ساعتها كان كل تفكيري ما اي حد في سنك كشاب هيفكر بالطريقه دي بالظبط. الموضوع هنا بدأ بقى ياخد سكة تانية خالص معايا. انا بقيت عايش للمخدرات، مش عايش لأي حاجة تانية. انا بنام بقوم بفكر انا هجيب امتى، اروح امتى، هعمل ايه. ما عنديش مساحة ان الجرعة بتاعت المخدر وقتها يتغير، ان انا هموت، هيحصل لي حاجة، هتعب، مش هقدر. فما كانش عندي فرصة ان انا ما كنتش مأمن نفسي بالمخدرات بتاعتي، بحاجتي اللي بتيجي، عشان ابتدي اعرف اتحرك، وابتدي اعرف اجيب فلوس عشان اجيب مخدرات تاني يوم. ازاي الموضوع هنا بقى ابتدى يكبر. ابتديت احتاج فلوس اكتر من اللي كنت بصرفها واللي كنت بستخدمها طبعا. فكل ده انا دراسة ومفيش شغل. بدأت بقى من هنا ان انا ابتدي بقى ايه، امد ايدي. ودي اللي كانت من ضمن الحاجات بقى اللي ضايقتني قدام يعني. بس في وقتها طبعا لا في وقتها انا ما افتكرش ان انا كنت بتضايق خالص. بالعكس، كانت اول حاجه ابتديت امد ايدي عليها حاجاتي الشخصيه انا كمعتز. حاجات عزيزه عليا جدا. وانا كنت من الناس اللي بحب يكون عندي مقتنيات في حياتي وفي بيتي وحاجتي، وبهتم جدا بالحاجات دي، واجيب ممكن حاجات واهتم بيها واشيلها واحتفظ بيها. بدأت تبيع بقى حاجتك الشخصيه. خلاص. احنا هنا دخلنا زي ما احنا في الكيميكال، ولا غيرت بقى دخلت للاعلى؟ كان كيميكال لسه. كان ابتديت وجرعات طبعا الجرعات بتزيد والدوائر بتزيد والمعارف بتزيد. ان هو هو ما كانش بقى هنا ما بداتش بقى ايه، الحبوب بقت حبوب وادويه. اللي هي زي ادويه شرب. في ادويه كانت كده معينه. كانت الايام اللي انا بكلمك فيها دي تقريبا كانت في 2000. انا فاكر كانت منتشره جدا. كانت ادويه كحه تقريبا. بالظبط كده بالظبط. الكلام ده كان 2099 تقريبا. يعني بكلمك في 25 سنه. ادويه الكحه بيكون فيها مهدئ ومنوم في نفس الوقت. بالظبط. وابتديت ابتديت بقى امد ايدي. طبعا اول حاجه معتز مد عليها ايده كانت حاجتي الشخصيه اللي انا كنت دايما معتز بيها وكنت دايما بحبها، وخلاص بقيت بفرط في اي حاجه. فدي طبعا كانت يعني ايه اول البدايه بقى. خلاص احنا هنا داخلين مرحله تانية خالص. خالص. الفكر اتغير، المخدر اتغير، المخدر مش مكفيني، الفلوس مش مكفياني. خلاص. فانا ابتديت اطور بقى من نفسي بقى. الحته بقى بتاعت النصاب بقى هتبتدي تظهر هنا، اللي انت كنت بتتكلم عليها. هنا بقى بتبتدي تظهر بقى ايه، هي اللي يعني هتغطي على كل حياتي اصلا. هيبقى ده محور حياتي اصلا. انا اجيب فلوس ازاي ومنين؟ تمام. عشان اشرب، مش عشان حاجه تانية اصلا. ما بعملش اي حاجه تانية. ما بجيبش لبس، ما بجيبش اكل، ما بجيبش اي حاجه خالص في حياتي. انا مش مهتم اصلا بنفسي. ما افتكرش ان انا كنت بنزل اجيب لبس زي البني ادمين، الكلام ده كله. لا كانت حياه، يعني حياه بص مش قادر اقول لك يعني. النقله بقى اللي بعديها هنا كانت ان انا بدات في ال2000 دي. بدات اتعرف على شويه اصدقاء كانوا بيشربوا هيروين. كنت عايز اجرب. ما طبيعي.
ده انا معتز، ما فيش حاجه ما جربتهاش. الناس لا اللي- وهو التسلسل كده منطقي. هو طبيعي بعد كده انت بتكتشف بعد كده ان هو طبيعي، ان الكلام ده بقى فيما بعد طبعا، لكن انا دلوقتي مش مكتشف الكلام ده، لا انا عايز اجرب. صحابي دول يمكن اللي كنت معاهم في الاول رفضوا ان هم يدوني، وده بجد حقيقي. قالوا لي لا 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 بلاش انت في ده وبتاع وسيبك منه، ايه خليك زي ما انت كده. كبرت اقعد في معانا. دماغك بقى. وانا كبرت في دماغي فعلا. كبرت في دماغي لحد ما بدات ادور بقى، خلاص سيبك من دول. انا بدات ادور على ناس من المنطقه اللي انا ساكن فيها اوف عشان يوصلوني، ووصلت. وصلت وصلت. افتكر اخدتها اول مره، انا اتبسطت جدا جدا طبعا. حاجه جديده، حاجه ما شفتش زيها، حاجه مخك الإحساس. اتعود على بيئه انت عمال تعليله في الجرعات بالظبط. وبحاجات مختلفه بالظبط. فطبيعي ينسجم بقى مع الحاجات الجديده. ما هو انت النهارده بتوصل ايه، ان انت في حته مثلا بيبقى فيها ايه، خلاص دي تنحت. عايز الاعلى، انا دي خلاص ما فيش، ما بتدينيش حاجه دي، مش عايزه تزق معايا زقه، ما بتعملش حاجه دي، ما بقتش خلاص تبسط دي، ما خلي يعني انا عايز اتكلم، انا عايز اعمل، لا دي مش اللي هي ما بتحركنيش، دي ما بتحركش معتز. اركنها بقى، شوف الجديد ايه. كان ساعتها ظهرت اللي هو كان مسماها الهيروين او البودره كان ليها كذا اسم طبعا عندنا. المهم دورت على اللي هيوصلوني للكلام ده، ووصلت. سبت بقى الناس بقى اللي كانت معايا دي وبتاع، لا انا هدور بقى ايه في المنطقه بقى. انا هغلب، انا اصلا اشطر واحد بعمل اي حاجه، انا بعرف اعمل اي حاجه. وفعلا وصلت، اخدتها. افتكر انا اتبسطت جدا جدا، كنت عايز اجرب تاني. قعدت كام سنه في الهيروين لحد ما بطلت بقى. كام يعني، من سن كام لسن كام تفتكر؟ اخدتها في 2000. انا بطلت 2013. انا مبطل 5. 13 سنة. انا مبطل 5. انا مبطل 5/1/2013. بس 13 سنة كتير. انا بالظبط اخدها يعني ما بين 2000 و2002 بداتها في الرينج ده. عشان ما رجعكش لذكريات مؤلمة وتجربة طبعا كانت قاسية اكيد، وتعرضت فيها الألم جامد جدا يعني. التجربة دي توصفها بشكل عام ازاي؟ عشان برضو مش عايزين نحكي حاجات في تفاصيلها عشان ما نثيرش عند الناس ان هي ممكن تحب التجربة يعني. دي أسوأ حاجة ممكن اكون مريت بيها في حياتي. بني ادم بيموت، بني ادم اصلا ملوش هدف. انا افتكر ان انا كنت عايش، بمشي دايما تحت العماير يعني، عايش في الظل. عايش في الضلمه، عايش بمشي تحت العماير، بمشي تحت البلكونات، مش عايز حد يشوفني. واوحش حاجه كمان يا معتز، اعتقد من كلامك يعني من واحنا بنتفرج من فوق، ان انت هنا التقدير راح خالص. لا هو مفيش. يعني انت اللي بتدور عليه من وانت طفل ما بقاش موجود. لا هو ما بقاش فيه تواصل اجتماعي اصلا بيني وبين اي حد. فكره بقى التواصل الاجتماعي دي مهمه. ما هنا باظت خلاص، مفيش اصلا. انت ما عادش عندك دواير، ما عادش عندك صحاب. لا عايش في الظل، تقدير مفيش، احترام حتى مفيش. احنا كاصحاب، حتى احنا الصحاب اللي موجودين دول، هو احنا بنكلم بعض عشان رايحين نجيب منين، يا هنعمل ايه، يا هنجيب فلوس ازاي، يا انت معاك حاجه انا معيش، يا بكلمك عشان انصب عليك يا تنصب عليا. اوكي خلاص بقى. وين سيتويشن يعني. بس خلاص احنا ما فيش سكه تاني مع بعض، مفيش صحاب. بس دي حياه قاسيه جدا. وانت شخص من كلامك باين ان انت شخص مشاعري شويه. حلو. يعني دي قسوه كبيره جدا انت رحت لها، موتت مشاعرك خالص. وانا مش فايق اصلا. انت مش موجود. انا مغيب. لا انا مغيب. مشاعرك واقفه خالص. هو النهارده بقى انا في حته محمد دلوقتي ايه، انا الاول كنت انا اللي مسيطر على المخدرات. الوقت اللي بكلمك فيه ده هي المخدرات هي اللي مسيطره عليا، هي اللي لبستك خلاص. هي اللي محركاني. لا انا دلوقتي خلاص بقيت شخص معتمد عليها هي في حياتي. انا معتمد عليها، هي اللي بتصحيني، هي اللي بتقومني، هي اللي بتمشيني، هي اللي بتوديني ممكن اشتغل عشان اجيب فلوس شويه واعرف اتحرك، هي اللي بتخليني اعمل كل حاجه، هي اللي بتخليني اضحك في وشك، هي اللي بتخليني اعرف انصب عليك، هي اللي بتخليني اعرف اكلمك.
بس هو ده. ضلمه قوي يا معتز. جدا. مش ضلمه، دي كانت عتمه، ما فيش نور خالص. ضريت حد في حياتك غير معتز؟ اهلي طبعا. اهلك عرفوا امتى؟ يعني بدايه معرفتهم بالموضوع امتى؟ متاخر شويه. كنت خلاص مش لاقي. حابب تتكلم عن ده ولا مش؟ لا ما عادي تحبش نتطرق لده؟ عادي هنتكلم فيه بشكل يعني ايه، في عام خصوصيه يعني؟ عام وفي خصوصيه طبعا. هي دي كانت اكبر غلطه اصلا، يعني ممكن ان انا اذيتهم او ظلمتهم معايا، بس ده كان بطريق طبعا غير مباشر وانا مش في وعي الاول. انت مش في وعيك. وصلت لحته ان انا اذيهم وفضحهم وفي نفس الوقت مش عارف اطلع. انت بدأت بقى خلاص هنا يحصل مرحله ان الموضوع يخرج بره سيطرتك. يعني بره سيطره معتز ويخرج بقى للمحيط. بدأ ان والكلام ده يمكن من قبل ما اتعافى ب3-4 سنين. بدأوا يعرفوا خلاص بقى. وكانت في محاولات فاشله ان انا اقف، بس محاولات كلها فاشله ادت للفشل، كانتش ناجحه خالص. ما لازم تيجي من جواك انت. لا كنت انا اللي ناويها. انت اللي كنت بس ناوي. فاشله. ما هقول لك ايه سبب. هما بدأوا يعرفوا قبل ما اتعافى كده ب4 سنين. خلاص بقى يعني افتكر كنت بعمل حاجات غريبه وباخد حاجات من البيت غريبه وخلاص ما بقتش موجود معاهم. في فرح يا ابني، عندنا فرح بنت خالتك، عندنا فرح، لا روحوا انتوا انا مش عايز اجي معاكم. مش عارف مين مات، خلاص الله يرحمه. طب انا هعمل ايه؟ دي فرصه لاي مدمن ان هو يقعد في البيت لوحده عشان يسلك حاجه، يعمل حاجه. دي من ناحيه. ومن ناحيه تانية انت ما بقتش حابب اصلا الناس. انا مش عايز الناس، انا بحب المخدرات. ناس ايه؟ انا هروح الفرح هعمل ايه؟ اروح اكل؟ هروح اسقف؟ لا انا مش عايز ده. السعاده هنا ما بقتش مكانك. بدأت بقى تدخل في حتة ان الدوبامين اللي كان بيسبب لك سعادة بدأ يروح، السعادة راحت، الكآبة دخلت. بالظبط. فانا لا عايز افرح ولا تقولوا لي حاجة حلوة ولا تقولوا لي حاجة وحشة. انا قاعد، انا على الكرسي ده، انا قاعد زي ما انا معايا حاجتي، مش عايز حاجة خلاص. بقت المخدرات هنا او الجرعات هي صديقك، هي اهلك، هي شلت حركتي بمعنى صح. شلت حركتي. شلت حركتي وقعدتني على كرسي. خلاص انا ما بقومش من عليه. تمام. ولو قمت انا محتاج الجرعه دي عشان اقوم واتحرك وافكر واعمل واسوي. المحاولات الفاشله يمكن اللي بكلمك عليها دي كلها انا كنت بطلبها، بس انا لا كان عندي استعداد ولا كان عندي نيه ولا كنت واخد قرار. انا كنت بتخنق فبقول اروح ابطل. كان المخدر ما بيجيبش معايا نتيجه فبروح ابطل عشان اجي اخده تاني من اول وجديد فيديني النشوه تاني. فقعدت 4 سنين بلعبهم. تراي اجين. لا انا بلعبهم هم. ودوني ساعدوني بس المره دي. بتديهم الامان عشان بالزبط. ترجع تاني من اول وجديد. بالظبط. طب دي فرصه حلوه برضو ان احنا ننبه الاهل لحاجه زي كده، ان هم ما يدوش امان مثلا 100% لحد ادكشن. يعني ان هو دي بقى هقول لك ليه يا محمد. وهو واخد المخدر اصلا عمره ما هيطلب انه يروح يبطل. النهارده المدمن النهارده وهو واخد المخدر، عمر انت كأب او كأم النهارده الناس بتسأل وبتستفسر. انا بقول له تعالى يا ابني وتعالى وروح واوديك تتعافى وتبطل وتبقى كويس يقول لي لا انا مالكيش دعوه، انا عارف هبطل امتى. لا سيبيني انا مش مدمن. لا انا ما بشربش، انا بعرف اسيطر على المخدرات. دي اكبر غلطه. ان مفيش مدمن هيعترف اصلا باللي هو بيعمله. مفيش مدمن هيقول انا مدمن، مفيش مدمن هيقول لك هو بيشرب قد ايه، مفيش مدمن هيقول لك هو بيشرب ايه. كأهل بالذات عمرك ما هتعرف منه الكلام ده. صعب 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 جدا. وده اللي انا عملته، بدأت اتلاعب معاه. 4 سنين في الحكايه دهيت. نقطة التحول بقى جت ازاي؟ نقطة التحول ان انا دخلت كان في حادث قبلها او مشكلة ولا انت قرار بقى؟ خالص، بس هو رفض اسري. رفض اسري شويه. ما دي تقتلك لان انت شخص بتاع تقدير وبتاع لقطه. اما تروح بقى انت يروحوا ضاربينك بمسدس في نص راسك. اتقفل الباب في وشي. اتقفل الباب في وشي بمعنى كلمه اتقفل الباب في وشي. اوكي. بس ده يعني ايه من الحاجات اللي عمرها ما تزعلني في حياتي. بس انا اللي زعلان ان انا وصلت اختي لده. اوكي. ممكن يعني اهم حد في حياتي اصلا لحد النهارده.
فكان صعب عليا جدا ان انا اروح وبابها يتقفل في وشي. وده من المواضيع اللي اثرت فيا، ضايقتني جدا. حسيت قد ايه انا قليل، حسيت قد ايه ان انا بني ادم مرفوض. يعني انا كل الناس دي رفضاني وشايفاني وحش الا دي. دي ادتني كده ألم، بص ظبط الدنيا خالص. سبحان الله، هو ده يعني الرساله هنا والدرس هنا. هي كانت النقله، ومش النقله، هو كان فعلا درس. وهي طبعا عامله ده غصبا عنها، يعني مش قصدها ده ان هي تضايقني او حاجه. انا عارف ان هي كانت مقهوره، بس انا ده من الحاجات اللي كان نقله لحياتي. ما احنا لو فكرنا بطريقتهم هم معاهم حق، يعني برضه بيخافوا ان انت تدخل تاخد حاجه او حاجه. طبعا وانا كنت باخد انا اسف ان انا بقول كده. لا بس انا برضو يعني ايه بحط نفسي مكان حبيبي. لا، الطرف هم مش الاخر. بيفكروا، هم مش خايفين ان انا اخد. هو انا خدت فهم مش عايزين ناخد تاني. الموضوع مش ان هم خايفين ان انا اخد، لا. طيب. هو انا خدت، هو انا محمد اخدت. بس الباب ده لما اتقفل بقى انت خلاص قلت لا. كانت من اصعب الحاجات في حياتي. حتى وانا بشرب كنت فايق لها. فقت ان انا تعبت من الموقف ده، واتضايقت ان انا وصلت ان انا اهم حد في حياتي مش هيبقى موجود، بيرفضني. والمره دي طلبت ان انا اروح واتعافى، وانا عايز ابطل. وهقول لك حاجه، انا كنت رايح مش واخد قرار ان انا ابطل. اعتراف خطير. انا كنت رايح مش واخد قرار ان انا ابطل. القرار جالي في تقريبا في اول 15-20 يوم وانا في المكان اللي انا فيه، بمساعدة الناس. انا لوحدي ما كانش فيه. انا رايح بس عشان ايه؟ اريح الدنيا والم الدنيا تاني، والم اللي ضاع ده، والم الناس دي حوالين مني تاني. وانا عارف ان هو الثقة ما بتجيش طبعا، ما بتجيش على طول، كانت مش هتيجي منهم. بس انا كنت رايح عايز اعمل ايه؟ ابتدي العب اللعبة تاني، برضو اللي عمال العبها بقالي 4 سنين. يعني انا لسه كنت مكمل اللعبة. بس هو قدر ربنا ان انا وانا في اول 15-20 يوم بدات اخد القرار، انا هبطل. وكان بمساعده الناس اللي حوالين مني ابتديت اقتنع ان انا فعلا لازم ابطل، وان انا محتاج ابطل. وهبطل عشان معتز، مش هبطل عشان الباب اللي اتقفل في وشي، مش هبطل عشان خاطر اللي في البيت، مش هبطل عشان خاطر انا عايز يبقى عندي وعندي وعندي. اقدر اقول هنا ان انت بدات تقدر نفسك خالص. بدات احب معتز اصلا بقى خلاص. يعني هنا اللي هو زي ما بيقولوا دلوقتي على الانترنت بقى، والانتشار السيلف لاف والحاجات دي كلها. بالظبط. انت ده خدته فعليا، ان انت بدات تحب فعلا نفسك. بالظبط، حبيت معتز بس. اصل لما بنقول للناس ساعات حب نفسك ونقول يتريقوا علينا ويقولوا مش عارف ايه لا دي خلي بالك، دي حاجه حقيقيه جدا، دي جمله حقيقيه جدا جدا جدا. انا بحب نفسي وبهدي نفسي، خلي بالك، وبكافئ نفسي. لما بقى وقعت في حب معتز شفت بقى الحلو بقى تاني من اول وجديد. سبحان الله. شفت حاجات كتيره جدا حلوه اصلا. شفت حاجات كتيره جدا حلوه انا مش شايفها اصلا، ولا عارف مش عارف اشوفها. بس طبعا انا اتساعدت ان انا اخرج الكلام ده من جوايا. يعني انا مش هقول لك ان انا مش الهيرو بتاع القصه طبعا. بس هي الخطوه جت من عندك. الخطوه جت من عندي. او مش الخطوه، هقول لك المعنى الصحيح. هو القرار جاي نابع من جوايا ان انا عايز خلاص اصالح معتز واحبه، واخد القرار ان هو يتعافى خلاص. ما طالما دي نيتك، ما هو دي اللي احنا بنقول عليها تفعيل قانون النيه او النيه. يعني النيه عمل. النهارده النيه حاجه. نيتك ان انت خلاص انا هحب معتز وهعمل له كذا، كل البيبان هتتفتح لك خلاص. وده اللي حصل. بس هو الموضوع كان عايز شويه صبر طبعا. ما كانتش نتيجه سريعه. انت لازم تتحاسب برضه يعني. حساب الملكين. ده كان حساب ملكين. طبعا. ما كانش فيه اي نتيجه سريعه. ولازم تختبر في ايمانك، وتختبر في صدقك، وتختبر في توجهك. لازم. وكان يعني ما كنتش مستني مكافاه، مش مستني موضوع انت شاطر برافو عليك ان انت عملت كده. لا، ما خلاص بقى، خلاص. انت مش محتاج الحته دي. انت خلاص انا تمام. انت مع نفسك بقيت حلو. بالظبط. فالدنيا بقت حلوه. وافتكر ساعتها انا ابتديت وانا عندي، يعني كانت 2013 دي كان عندي 29 سنه. انا ما كنتش صغير. يعني انا لا صغير ولا كبير، بس شاب ناضج عن 29 سنه. لسه ما عملتش حاجه في حياتي، انت متخيل؟ انا اللي فات من حياتي كله باظ، ولسه انا هبتدي حياتي وانا عندي 29 سنه. هو انا اعتبر اتولدت يوم 5/1/2013. ده تاريخ ولادتي بقى. دي حاجه كده. انا لحد النهارده التاريخ ده حفره كده، فاهمني؟ حفره في جوه صدري. 5/1/2013 ده. دي حياتي بقى من اول وجديد بتبتدي. معتز بقى هيتولد خلاص.
من هنا بقى كانت الايه يعني نقدر نقول ان انت ولادتك الحقيقيه من 29 سنه. من وانا عندي 29 سنه. اه ده فصل جديد جدا جدا خالص. في حياتك. حياه تانية. مش فصل، دي حياه بقى، لا دي حياه تانية. او المعجزه نقول عليها. بس انت برضو يعني احنا اتكلمنا برضو في حاجة حابب ان انا اوضحها للناس اللي بتسمعنا. انت خدت الموضوع بقى التبطيل من حتة من القاع، يعني مش زي الوقت موجود سناتر وموجود مساعدات لطيفة وموجود لا. اماكن حلوة. خالص انت خالص خدت خالص. الموضوع عن طريق الحكومة والدنيا اللي هي يعني مستشفى أفتكر. حكومية. وطبعا المعاملة مش زي الحاجات الخاصة اللي الوقت لا الموجودة. بالعكس. والله. بالعكس. طب وضح لنا ده، لان برضو الناس بتبقى فاكره ان هي لما تروح تودي ابنها او حد مدمن لمكان حكومي ان هو ممكن يتاذي او ممكن ان هو. بالعكس. انا اكتر مكان ممكن اكون ممتن له لحد النهارده المكان اللي اتعافيت فيه. لا انا لحد النهارده بروح. انا الحمد لله اهو فاضل لي شهر ونص واكمل 13 سنه تعافي الحمد لله. انت بقى بتروح تزور المكان اللي انت اتعالجت فيه في الاول وهو مكان حكومي 100%، مش مكان خاص. حكومه. انا بقول لك الزياره دي بتبقى نوع من انواع الامتنان. انا مكان ممتن له لحد النهارده. هو اللي غير معتز، هو اللي ساعدني على ده. عشان دايما الناس مقتنعه ان زي ما انت قلت كده في الاول حته الحكومه، لا حكومه ايه، لا ازاي بتاع. لا انا بالعكس، كانت كل حاجه جوه كويسه، كانت كل حاجه جوه مساعداني ان انا اتعافى. كل حاجه هي النهارده خلتني ان انا النهارده اكون معتز بشخصيتي وبشغلي. حتى الكارير بتاع شغلي النهارده اللي بقيت فيه برضو المكان ده هو السبب اللي هو ان انا اتحطيت ان انا اكون في الكارير ده. يعني هو اللي بدأ يدعموني اصلا ان انا ابقى في الكارير ده. فاهمني؟ فلا انا بالنسبه لي ده احسن مكان في الدنيا. اوكي. عندنا بقى شيفت تاني خالص ان انت بدأت تشتغل في المساعدة. يعني انت الحمد لله ربنا اكرمك وبطلت. بالظبط. وبدأت ان انت بيتم ترشيحك ان انت تبدأ المساعدة. بالظبط. واشتغلت في المساعدة بقالك كام سنة؟ يعتبر هم ال 13 سنه. اصلا ان انا بعد ما اتعافيت اصلا كان في بعض الناس السلبيه، يعني تقول لك ايه دي شغلانه اللي ملوش شغلانه. في ناس سلبيه جدا في وسط مننا برضه. في كل حته. ده في كل حته. بس كان في ناس دايما وسطنا يقول لك خليها دي يا عم انت هتشتغل معاهم، دي شغلانه اللي ملوش شغلانه. انا ما حبيتش اسمع للكلام ده. كان في ناس تانية ايجابيه بتحفزني ان انت عندك حته تنفع تروح للحته دي، فكمل يا معتز. تمام. بدات اركن الحتت السلبيه دي على جنب بقى، وابتدي اشوف الموضوع ده فيه ايه، بيقول ايه. وانت كمان مش هتسمعها لان انت بدات تحب نفسك، فالموضوع بالزبط. ده مش هيبقى مأثر معاك قوي. بالظبط. معلش قبل لما اتنقل للحته دي، معلش هقطعك في حاجه. انت قلت جمل مهمه جدا بنقولها دايما للعملاء، بس الناس بتاخدها باستهتار. يعني قلت امتنان. قلت بحب نفسي. قلت نيه. حصل. لما بنطلع نقول للناس فعل نيتك، حب نفسك، امتن، بيتريقوا علينا ويقولوا الناس دي بتطلع تتكلم في حاجات في عالم موازي ومش لكن انا النهارده لما اتكلم على حد بالاكسبيرينس بتاعتك عدى من مراحل من دارك سايد وبدأ يروح له نور، وبيقول الكلام ده في وسط الجمل بتاعته من غير ما حد يعني يعلمها له او كده، بدأت تبقى في السيستم بتاعه. فحابب ان انت تكلمني في ده جدا، لان الناس طبعا دلوقتي بقت من كتر اللي بيتقال على الميديا بدأوا يختلط عندهم المفاهيم. تمام. انت قول لي، يعني انت بتقول بمتن للمكان، بفعل نيتي وانا رايح، بحب نفسي. بالظبط. بص الكلام ده انا يمكن كمان وانا بقوله من قلبي ان انا حاسه دلوقتي. ما انا عشان حسيته. انا بقول يعني انا حاسه. الامتنان هو اعلى درجات الحب. انا النهارده بحب الشخص فبمتن له. انا عرفت اوصل للامتنان من اعلى درجات الحب، ان انا النهارده بحب ده فبعرف اوصل لدرجه الامتنان. ما انا لو ما حبيتش مش هوصل. لو ما شفتش النهارده الكويس بتاع اللي قدامي ده، اذا كان شخص او مكان او ايا كان ايه، مش عارف امتن للحاجه دي، مش عارف ابقى ممتن اصلا. ما انا النهارده اصلا حبيت معتز في الاول، فبقى عندي خلاص المشاعر رجعت تاني بقى. تصحى بقى شويه بقى، لا فوق بقى، انت ايه بقيت بتحب وبقيت بتحس وبقيت بتعرف الكويس من الوحش.
فالنهارده بتعرف ترد لكل واحد جميله. فالنهارده حبك ده بترده بامتنان ببساطه. كانت اللي سهل عليا الامور زمان حد كده كنت قاعد بتكلم معاه يعني بالنسبه للنيه وفهمتها امتى وبدات اقولها امتى برضو من قلبي. قال لي تعرف تقول لي ايه الفرق ما بين النيه والامنيه؟ هما الاتنين قريبين من بعض. طبعا. نيه وامنيه هما اللي ما بينهم فعل. دي عملت ودي وانت قاعد عمال تفكر فيها ما عملتلاش حاجه. النهارده الحاجه وانا بفكر فيها وانا قاعد على الكرسي ده وبفكر النهارده انا بكره هعمل ايه، بس انا ما اتحركتش، فهي امنيه. انا عايز اعمل. امتى هتتقلب لنيه؟ لما اقوم اتحرك من على الكرسي ده واشوف انا هعمل ايه عشان اوصل لده بكره. بتديها اكشن بس. هي النيه فعل. النيه فعل، فعل طالع من جوه، نابع من جوه منك حقيقي مش مزيف. اوكي تمام. دي النيه. حته بقى ان انا بحب نفسي، بحب نفسي جدا. بلاش، انا قلت لك جمله ثانيه برضو يمكن تاخدش بقى. انا بكافئ نفسي. المكافئات. انا معتز. ما هو انا لما بحب نفسي اكتر، ما هو النهارده مين هيكافئني؟ ما انا اللي شايف الحب ده المعتز. انا بنزل اكافئ نفسي كويس جدا جدا. باكل حاجه نفسي فيها مثلا، بجيبها بقى في اوقات معينه، اروح مثلا اكل ده. لا النهارده انا هنزل مطعم لوحدي، هنزل مطعم الفلاني ياكل. بتدي لنفسك تايم سبيس بتاعك. احسن حاجه النهارده في حياتي ان انا النظام، الاداره اللي موجوده في حياتي. انا بني ادم مهرجل اصلا. انا بني ادم كان ما عندوش اصلا اداره لحياته، ولا كان عارف هو بيقوم امتى ولا بينام امتى معلش هقطعك فين. لا انت كنت بتديرها، بس كنت بتديرها في الغلط. بس الاداره والجدول والنظام ملهاش توقيت. كانت اداره في الغلط، بس ملهاش توقيت. انا بكلمك في حاجه دلوقتي، انت النهارده بقيت بني ادم بتدير حياتك وبتديره بانتظام، وبني ادم منظم وعارف انت رايح فين وجاي منين، ودارس خطواتك كويس جدا. بتفكر قبل ما تعمل. الاول كنت بني ادم بتعمل الاول، مش مهم ايه اللي يحصل. اللي يحصل بقى بعدين ابقى افكر فيه اشوف هحله ازاي. لكن النهارده لا، انت بتفكر قبل ما تعمل اي حاجه. النهارده بقيت بني ادم عارف النهارده تشوف، عارف تقرا اللي قدامك، عارف تشوف انت رايح فين وجاي منين، داخل على فين. الاول ما كانش فيه الكلام ده. اوكي، هرجعك بقى للحته اللي انا قطعتك فيها. انا بعتذر. اتفضل. اللي هي ان انت دلوقتي رايح بعدت عن الكلام السلبي وبدات ان انت تاخد الكلام الايجابي وتدخل في حته المساعده. المساعده فرقت معايا ازاي بقى اصلا المساعده؟ لما ابتديت اتحط فيها وان انا اقف والاقي ام واب وحد داخل بابنه وبيطلب المساعده ومش فاهم حاجه، وبدات انا اشرح له، وبدات اشوف رد فعل اللي قدامي، اذا كانت من دعاء او كلمه شكر او ساعتها حسيت بطعم المساعده، ان هي ليها نتيجه. نتيجتها مش ماديه خالص. هي المساعده دي حاجه معنويه جوه اي بني ادم، تقدير جدا معنوي. معنوي بحت. المساعده ما فيهاش اي جزء مادي. عشان تساعد وتكون المساعده خالصه او تحس بيها ان هي مساعده حقيقيه، هي ما فيهاش نتيجه ماديه، بالعكس فيها نتيجه معنويه. وده اللي كان بيفرق معايا وخلاني افضل اكمل فيها لحد النهارده. اوكي، طب معلش، هو سؤال هسأله لك، هو جه على بالي دلوقتي، لو انت مش حابب تجاوب عليه خلاص. لا اتفضل. خلال الفترة لحد 29 سنة ربنا كان فين؟ يعني انت دلوقتي قاعد تتدرج لمراحل كتيرة من الواين للهاش للكيميكال للهيروين. ربنا كان فين في المعادلة بتاعتك؟ معتز كان شايف ربنا غضبان عليه. اوكي. معتز طول لحد سن 29 سنة معتز شايف ربنا غضبان عليه، ودي النتيجة. انت اللي انت فيه ده عشان ربنا غضبان عليك، خلي بالك. ربنا ما بيحبكش، فربنا لا الموضوع ده كان هو اكتر حاجة بتسيطر على تفكيري ومخلاني مكمل. هو ربنا ما بيحبكش اصلا. انت في حاجة ابوك عاملها ولا حد عاملها عندك فهي بتترد فيك. بتتفاعل معاك انت. فهو ربنا ما بيحبكش يا عم، انت كمل. اوكي. كان الموضوع منتهي بالنسبه لي، وكانت الفكره دي مترسخه في دماغي.
لا هو ربنا موجود، انا كمعتز هو ربنا موجود بس ما بيحبكش انت. ما وقعتش في حته ان ربنا مش موجود؟ لا 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 الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دايما اغلب المدمنين ان هو دايما بيبقى لا. في كده حته جوه، يعني بيدخل كده في حته ان ربنا لا لا لا, لا مش شفت ان هو ما بيحبنيش وبيجازيني على قد عدم حبه ليا في باللي انا فيه ده. بس انا اقول لك حاجه، انا اكتشفت دلوقتي هو بيحبني قد ايه. طبعا. لا وكمان تم استخدامك، يعني انت لما بدأت تشتغل في المساعدة، معلش انا اسف طبعا، بس ده يعني نسبة كبيرة منه ربنا اللي وجهك ليه. ما ده ربنا اللي وجهه ليا اكيد. يعني انت بس يعني مجرد أداة حلو او قناة. بس تتخيل لما اقعد انا، ممكن انا كمعتز اقعد اعمل مديتيشن مع نفسي واتامل في الموضوع. مديتيشن؟ انت دخلتنا بقى في حته مديتيشن. يعني اصلا انا اول ما اشتغلت في موضوع المديتيشن، انا كنت بعمل كلاسز بتاعه المديتيشن، قالوا لي ان انت يعني جايب لنا حاجات هنديه، وان انت جايب لنا حاجات ملحده وحاجات بوذيه. لا 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 ده اساس يومك. لا 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 ما هو اللي بعيد عن الكلام ده ما يعرفوش. انا اساس يومنا، احنا اول يومنا كمتعافين مديتيشن. يعني انا دلوقتي اقدر اقول منك، اخد منك حاجه بين قوسين، ان المتعافي من الادمان بيقوم كل يوم الصبح اول حاجه يعمل تامل. عندنا تامل يومي احنا 365 كتاب، 365 صفحه، كل يوم في تامل. انت فرحتني في حد شبهي، في حد شبهي، في حد فاهمني. لا اصل لحد دلوقتي احنا بنفايت عشان يا ناس نقول للناس اعملوا تامل، واظبوا على التامل. التامل مهم. هو موجود عندنا احنا التامل بشكل يخصنا كمدمنين متعافين، انت فاهمني؟ يعني موجود داخل في ادبياتنا احنا او الشكل بتاعنا احنا، كتب في حاجات تخص الكلام عننا احنا في التعافي بتاعنا. يعني هو خاص بينا احنا، مش في الحياه بس حياتنا احنا كعامه بس هو خاص لينا احنا كمدمنين متعافين. بناخد منه رساله يوميه عشان اعرف اكمل يومي. ما هو التامل انواع بالظبط واشكال بالزبط. في تامل شفائي، في تامل بالزبط. الحب، في تامل يعني حاجات كتيرة. انت كده وصلت صح. وكل كمان يعني بعد دراسة متعمقة اكتر في انماط الشخصيات، كل شخص له تأمل يخصه غير التاني. وهو ده اللي انا بقوله. يعني احنا هنا عندنا كتاب تأمل 365 يوم للمتعافين. على قد على كل يوم بتاريخه، على قد ايام السنة كلها. لو انت بتلتزم بده هتستفيد. يعني هو احنا مش مجبرين عليه. انا النهارده مش مجبر عليه، بس لو التزمت بده هستفيد كل يوم. يومي بيبقى متغير، المايند سيت بتاعك هيتغير كله، او السيستم كله هيتغير. انت متخيل ببتدي يومي عارف انا رايح فين. انا عارف، شايف رساله ربنا اصلا ليا اصلا بقى. فانا حد النهارده معايا ربنا وشايف رسالته ليا النهارده بعتها لي في ايه، حاجه ناقصه، حاجه انا بعملها بحب، حاجه بعملها فاهم. فبشوف النهارده الكلام ده. ويمكن اللي كنت بقوله لك قبل ما اتكلم على ده وان انا بتامل فيه، ان انا اسوأ حاجه في حياتي النهارده كمعتز هي احسن حاجه في حياتي. هي النهارده مصدر رزقي، هي النهارده حياتي كلها، هي شغلي، هي اللي بقت طاغيه على حياتي كلها. دي كانت اسوأ حاجه في حياتي. دي الحاجه اللي كنت بتداري منها من الناس، النهارده هي اهم حاجه في حياتي انا بعملها. طيب، افلام السينما والمسلسلات، يعني في مسلسل شهير انا مش هقول اسمه يعني، بس المسلسل ده دخلنا في حياة مجموعة من المدمنين، وكنا قاعدين نتفرج عليه بمنتهى الانتباه لحالة المدمنين، وقعدنا معاه 30 حلقة منفعلين جدا. وفي ممثلين قدموا المدمنين بطريقة قوية جدا. انت شايف ان احنا زي ما بيقولوا ان السينما بتعكس الواقع، ان احنا نقدم المدمن على الشاشات والناس تشوفه، ولا ما ينفعش ده ان احنا نوريه؟ بص، انا كان بالنسبه لي وقت المسلسل ده، انا بالنسبه لي كمعتز يعني وجهه نظري دي، بس هي مش رايي انا يعني اللي الناس كلها لازم تتاخد بيه. انا كنت شايف المسلسل بالنسبه لي كويس، ان انا اياميها كنت متعافي. بس في بعض الاخطاء دايما انا كمعتز بحبش حد يشوفها، اللي هي الشكل بتاع التعاطي او ايه اللي بيحصل وقت التعاطي. صعب. ودايما بيربطوا في الاعمال الفنيه المخدرات بالجنس. هو في لينك طبعا جدا، بس طبعا بتتعمل بشكل يعني مش عايز اقول حلو، بس هو بتتعمل بشكل فني كويس،
دايما بيروح رابط لك المخدرات بالجنس. بص انا هقول لك حاجه، انا لو تفتكر في اول كلامنا لما قلت لك بدات افرح لما لقيت الجنس الاخر الجنس بيشرب، الآخر بيشرب، ده كان من ضمن الحاجات اللي كانت مخلاني مبسوط. هم جايبين حاجات واقعيه، بس بتكلم في ايه؟ ان في حاجات شويه ساعات كانت بتبقى زياده. يعني انا زي مثلا الافلام بتاعت زمان اثرت فيا في ايه مثلا كمعتز مثلا. من ضمن الحاجات اللي كانت مترسخه في دماغي ان كل اللي معاهم فلوس تجار مخدرات. اوكي، مش شرط، لا يعني انا بشرب. فلما كنت بتفرج على الافلام بتاعت تجاره المخدرات بشوفهم اغنياء. فانا كانت دايما في دماغي ان انا ابيع، وانا بعت في فتره، خلي بالك، مخدرات. يعني بعت في فتره من الفترات اكيد. لا انا بعت في فتره من الفترات مخدرات عشان كنت عايز اوصل لحته ان انا يبقى معايا زي الناس دي. اللي انت بتقوله ده في المجال الوعي عندنا او في الانرجي، ان انت بتربط المال بالمخدرات. بالظبط. فبيعمل عندك حاجه اسمها وعي فقر. بالظبط. او وعي مش بيدخل في الملفات العقليه بتاعتك، بيربط المخدرات بالفلوس، بالمال، فبقاش معاك فلوس. بالظبط. ولا طولت ده ولا طولت ده في الاخر، انا مفيش خالص الكلام ده. بس الايام بقى المسلسل لما اتفرجت عليه، لا انا بالنسبه لي كان هم كانوا مؤديين فكره التعافي كويس. ده اللي كان مخليني مبسوط، ان هم كانوا مطلعين دور المتعافي كويس جدا 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 جدا. بس كان بالنسبه لي طبعا انا ما بحبش ان انا اتكلم دايما او ان الناس تشوف المواقف اللي هي فيها ايه التعاطي او الكلام ده. دي اللي بتضايقنا احنا بقى كمتعافين. خلاص بقى احنا عدينا، بلاش الناس يعني ممكن اوعي الناس بس بشكل مقفول. فالشكل المفتوح ده ممكن اللي كان الواحد ليه كومنت عليه ان هو مش حلو. وفي كمان فيلم كان بتاع آسر ياسين كان صعب جدا. بس انا بقول لك بقى على حاجه، الحته اللي انت بتتكلم فيها، لا هو كانوا جايبين المتعافي فعلا. واعتقد ان هم كانوا جايبين الشخص اللي بيساعد. هم كانوا قريبين لا هم قربوا من حد شبه معتز، وقعدوا اتكلموا ودوروا وعرفوا. فهم جابوا شكل المتعافي فعلا صح، لدرجه ان هم عملوا جروبات وكان في مجاميع بتتعمل والكلام ده حقيقي بيحصل. هو ده الشكل يعني الحقيقي. انت مع نقدم ده على الشاشه، بس نقلل المشاهد اللي فيها جرعات التعاطي. بالظبط، الدخان والجرعات التعاطي والكلام عشان ما نديش طبعا للعقل اللاواعي اللي بيتفرج ان هو فرصه طبعا للتجربه. طبعا. النهارده في جهات بتشوف ده وبتقيم ده، وبتشوف السينما طلعت قد ايه في مسلسلات في تدخين وفي لا ومفيش والحمد لله. انا شايف ان كل سنه الكلام ده بيقل. انا متابع الكلام ده بسمعه. النسب بتقل كل سنه. النسب بتقل كل سنه. ان التدخين يطلع في المسلسلات والكلام ده نسبه بتقل كل سنه عشان هم ركزوا معاه. في دايما مشهد بيجي في الفيلم او في المسلسل عموما، ان هم الام بتروح مبلغه عن ابنها ويجوا يشحنوه يودوه المكان بتاع حلو. بس سيبك من كلمه يشحنوه دي. يعني سيبنا، يعني ممكن هنا الاهل مجرد ان هم يشوفوا حاجه زي كده ما يهونش عليه ابنه ان هو يعمل فيه حاجه زي كده. انا معاك. بص اول حاجه الكلمه. انت اتشحنت؟ لا الحمد لله. الحمد لله. لا انا الحمد لله كنت رايح لوحدي، دي حاجه. بس انا ما بحبش الكلمه، يعني كلمه الشحن او المصطلح نفسه ما بحبوش. هو مصطلح مش صح. ان ده يعني ده من ضمن الاشكال المغلوطه اللي بتتم في العلاج، اللي هو العلاج اللي ما فيهوش اصلا تقنيه وبيتعمل في الاماكن الغير مرخصه والكلام ده كله. بس هو لو عايزين مسماه الصح هو اسمه احضار مريض. احضار. طب ممكن تقول لنا يا معتز طريقه الاحضار الصحيحه؟ عشان مثلا لو في حد مكتشف عنده في البيت حد مدمن، تمام، طريقه الاحضار الصحيحه انه لو لقى عكسها تمام يوقف العمليه. تمام، ده كويس قوي جدا يا محمد، دي حاجه كويسه جدا. الاحضار الصحيح النهارده انا ما بتعاملش بتليفون انا ابني عندي مدمن تعالى خده دلوقتي. دي اكبر غلطه بتعملها الاهل، وهي يعني مش عارفه هي عايز تخلص من المشكله اللي عندها في البيت، فجار ولا قريب ولا صاحب خدي النمره دي بس اتكلمي هيجوا ياخدوا لك ابنك دلوقتي، فهي نفسها تخلص فتاخده. لا، دايما النهارده عشان لو عايز اودي ابني يتعافى او يتعالج بروح لمركز متخصص او مكان متخصص، تمام، ومرخص، تمام. اخش هناك بيتعمل جواب احضار، صيغه جواب احضار. انا ولي امر الفلاني الفلاني، بيكون اللي جاي ده قريب من الدرجه الاولى، تمام، يعني حد قريب من الدرجه الاولى، اب ام اخ اخت، تمام. بيجي معاه البطاقه بتاعته وبطاقه البيشنت المريض، تمام، وبيبتدي بيعرض علينا الحاله. والله انا عندي ابني عنده كذا 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 كذا. بيقعد الاول في المكان معانا يحكي لكم الموضوع، يحكي ويعرض عليا ويعرض على الدكتور واحنا قاعدين. طيب تمام،
ايه اللي مطلوب دلوقتي؟ المطلوب حضرتك هتمضي لي على اقرار بالاحضار وان ده على مسؤوليتك انت، تمام، واحنا هنطلع معاك، تمام. بيطلع فريق طبي، تمريض وعمال، طبيب وتمريض وعمال، ايا كان اللي متواجد ساعتها، ان ساعات في حالات قصوى الطبيب مش موجود، فبيطلع حد برضو ايه، والاصح يكون طبيب موجود. ليه؟ ان النهارده لما بيوصلوا له الناس اللي طالعه عشان الاحضار او فريق الاحضار بيوصل هناك، هو المريض بياخد ابره، بينام، بينزل من البيت في منتهى الهدوء، منتهى السلاسه، ينزل يركب العربيه، بيروح يتوجه للمكان اللي راح يبطل فيه. ده افضل شكل ممكن يحصل واصح شكل، والشكل اللي انت بتبقى مطمن بيه. انت النهارده كده ما تخافش على ابنك. اوكي. لكن كلمه الشحن اساسا الكلمه نفسها غلط، الكلمه نفسها مش يعني مش هي دي اللي صح، لا. تمام. هي هنستبدل كلمة الشحن بكلمة احضار، وان انا دلوقتي لو لا قدر الله عندي في بيتي ابني مدمن اروح المكان الاول واشوف تراخيص المكان بالظبط، واشوف طريقة بالظبط، واشوف انا همضي على صيغة شكلها عامل ازاي، وساعتها اطمن وابدا التنفيذ ويتحركوا. طب دي حلوة قوي، بس دي ما بتجيش بالشكل ده، بس كويس ان انت قلتها. ده الشكل الصح، ده الشكل المظبوط. يعني النهارده مش اي حد هيكلمني في التليفون مثلا، ما انا ما في اعرف واحده بقى كان اخوها عامل لهم مشكله وكان اخد فلوس من الناس وبلا بلا، يعني مش هدخل في التفاصيل، فراحت مبلغه عنه جهه كده معينه، عملوا حته الشحن اللي انا قلت لك عليه. الولد رجع تاني. حاجه تانية. انا النهارده ممكن انا كمعتز مثلا متخانق مع واحد تعالى طب انت عرفت انا مين؟ فالنهارده ده امان للشخص وامان للمكان، هو امان للاثنين. ما انا النهارده عارف مين اللي جاي لي ده، وده اخوه. والنهارده حتى لو هو كان زي ما انت بتقول كده، هو يعني ايه قايل عليه حاجه مش فيه، او هو ما بياخدش مخدرات او الكلام ده، انا بيبقى ليا حق النهارده ان انا ادينه بيه. اوكي. بالجواب اللي هو ماضيه ومختوم من عندي. ما انا مكان انا عادي، انا مكان عليا رقابه، فانا ينفع اعمل ده. الاماكن الخاصه اللي بتتم المرخصه اللي معلنه اللي بيتم فيها علاج المدمنين، دي اماكن بيتم الرقابه عليها منين؟ يعني مين اللي بيبقى رقيب على المكان زي ده؟ الجهات الصحه اللي فوق مننا، وزاره الصحه. وجهات من وزاره الصحه حكوميه هي اللي بتنزل تراقب علينا. اصل انت عارف دايما بيجيبوا عندنا برضو في الافلام، انت عارف ان احنا المصريين دمنا خفيف، يجيبوا مثلا زي عادل امام مش عارف يروح يزور مكان ومش عارف يجيبوا فيه وزدتين وبطتين ومش عارف لا 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 صعب جدا. لا وعلينا رقابه، والرقابه كمان مفاجاه. يعني انت بيخش عليك يعني رقابه فعلا رقابه حقيقيه فعلا ومفاجاه وحقيقيه وبيشوف الاعداد اللي عندك، وهل انت بتعامل الناس كويس ولا لا، وي وي وي. ليه؟ ان عندي انا حاجه، عندي لائحه موجوده في المكان اسمها حقوق المريض. عندي لائحه حقوق مريض، وعندي المكتب بتاع حقوق المريض ده بيبقى موجود، ان انت اي حاجه بتشتكي وبتعرف تروح فين وتيجي منين. المكان المرخص بيدي للمريض حقه حتى في الشكوى. مظبوط كده. يعني حتى في الشكوى المريض بياخد حقه من المكان المرخص. لو مكان مش مرخص عادي هيقفله ويفتح اللي جنبه. اوكي، فهمتني؟ فهمتك. هو زي بيزنس، اي بيزنس. هيقفل الشقه دي، يفتح الشقه دي، زي مطعم بس. في مطعم كبير عملت لي مشكله هنا، هفتح في حته تانية بس. اوكي. طيب عايز اكلمك في حاجه. المدمن دايما بيتعرض لنوع من انواع الانتهاك البدني، ممكن انتهاك الجنسي، ممكن انتهاك اللفظي، مش هقول تحرش، بس هو بيبقى نوع من انواع الانتهاك. ده وارد طبعا. بتزق زقه، بيتم تعنيف عليك او حاجه. بيقابلنا الكلام ده موجود كتير. ده بيبقى موجع قوي طبعا. موجع ليه؟ ان هو فاكره ان هو ممكن يكون مسبب له اصلا مشكله، وهو اللي ساعده على ادمان مخدرات. يعني مثلا اما بيروح ياخد ما بيدفعش، بيروح مثلا عامل له كده. لا، وممكن يكون اب مثلا كان بيعامل ولاده بأسوأ، ممكن جوز كان بيضرب ولده وهو صغير، ممكن ولد شايف امه بتتضرب، ده انتهاك برضو قدام عينه. ده انتهاك جسدي. انت بتتكلم هنا ان العنف الاسري في العموم في العموم بيكون ملف عند الطفل او بالزبط. الشاب، ليه تأثير بيخليه يعتاد على المشهد. بالظبط، ليه تأثير جامد جدا. وبيفضل المشهد في دماغه، وبعد كده بقى بيبتدي يتحل. طبعا بقى ده شغلنا بعد كده، ان هو يبتدي نبتدي نحل القصص دي كلها، عشان نبتدي النهارده يبتدي الذاكره تشيل بقى، خلاص تشيل الموضوع ده، ونبتدي بقى في حياه جديده.
حسب معلوماتي ان جذور اي مدمن بتبقى مشتركة ما بين الاب والام. يعني اصل الطفل المدمن بتبقى المشكلة باباه ومامته مع بعض الاتنين سوا. انت مع ولا ضد الموضوع ده؟ يعني انت ده ملوش سقف. ملوش سقف. ملوش سقف. ممكن يبقى الاب لوحده او الام ملوش لوحدها. سقف خالص. لا وهو اصلا الموضوع موضوع ان البني ادم ده طالع مدمن، هو ملوش سقف. ما تجيش تقول لي ليه هو ادمن ليه. لا، ادمن عشان حاجات كتير. ممكن يكون ادمن عشان سلوكه، ممكن ادمن بسبب يعني، بس ما تجيش تقول لي مش هطلع لك سبب معين، او السبب مش دايما واحد. انت النهارده وما ينفعش تجيب لي الحاله وانا اهم حاجه تعرف هو شرب ليه. لا، احنا خلينا نخليه يبطل بقى. اوكي. فاهم قصدي ازاي؟ لكن حته البذور دي لا، هي ملهاش سقف وملهاش حاجه اساسيه تقول ان هو من هنا ولا من هنا، فانا مش معاها طبعا. انت مشهور جدا بفكره ان انت بتعمل انترنس للعميل. يعني انت يعني انت من الناس المشجعين اللي انت بتكون اللي ستارت من عندك، يلا بينا نبدا. بالظبط. تمام. دي ملكه عندك ولا دي حاجه ضمن السيستم بتاع العمليه؟ لا، هي بتبقى ملكه عند البني ادم اللي يعرف يقعد في البوزيشن ده، مش اي حد. تمام. ليه؟ الموضوع بيبقى محتاج حد عنده وعي، حد مر بالكلام ده كله عشان يعرف اللي قدامي يصدقني. لا بس انت ما شاء الله بتجيب كميه كبيره، يعني انت برضو مثلا ما شاء الله. يعني ما هو ده بناء على ايه النهارده؟ على شخصك. تعالى النهارده حد تاني معايا في نفس المجال، تعالى ممكن ما يعرفش. فهو الموضوع كله بيبقى ايه؟ الحته اللي عندك انت زياده اللي عرفت تطلع بيك في الحته دي. لكن النهارده ان انت حاجه تتعلمها او بتاع، لا مش تعليم. ده مش تعليم. لا، هي مهاره. اكسبيرينس. هي مهاره النهارده موجوده فيك النهارده، ان انت عارف توصل للحته دي. ليه؟ ان انت اللي انت سهل جدا وانت بتساعد مدمن لسه داخل هيفهمك قريك. لكن انت النهارده قاعد بتتعامل مع الاهل بقى، فانت بتقنع الاهل. فده بيبقى الاصعب. انت وهو هتفهموا بعض وهتعرف تجيب له يخش ازاي ويجي منين ويروح فين. بس عمر ما حد هيجي لك يعني برجله، او قليل قوي اللي هيجي ايه واللي جاي لك ده خلاص هو عايز يخش، فهتقنعه بايه؟ لكن عندك مثلا مشكله هي الاهل، فانت عشان تبدا توصل لهم من اللي هم بيسمعوا ان احنا كويسين، ده انت النهارده ده محتاج مجهود جبار طبعا. ومحتاج كمان شخص لبق ومتكلم. ان احنا محمد في حياتنا ده الطبيعي برضو، يمكن انت شايف ده ان في معظم حياتنا ان دايما السلبي هو اللي بينتشر بسرعه جدا. يعني الناس كلها شايفه ان الاماكن وحشه، الاماكن بيكتفوا، الاماكن بيعذبوا، الاماكن بيخلوهم يمسحوا ويكنسوا ويسيئوا. بس هو مش فاهم. هو مش فاهم في ايه جوه. لا، انا خايف على ابني والله برضو، والسجن بقى مكان امن يعني. بس انا في جمله عايز اقولها لك، انا خايف على ابني. هو انت مش خايف على ابنك من المخدرات وخايف عليه ان انت تدور وتوديه مكان صح؟ ما هو برضو بيشوفوا مشاهد مزعجه يعني. انا برضو يعني مش بنصح، انا مش اهل للنصيحه، بس يعني اتمنى ان الاعمال الفنيه تنشر ده بشكل علمي جدا جدا جدا. يعني زي ما انت حكيت، هو اسمه عمليه احضار مش عمليه شحن، ونغير الاساليب الكلام والضربه والعطه والحاجات دي كلها. أيوة. هي الناس بس الكلام بتستسهله. بس معلش، هو النهارده لو انت النهارده شخص شغال في مكان صح او حاجه، لا، كل حاجه ليها حاجه، وكل حاجه غير ما الناس بتسمع. يعني انا بقول لك ايه ابسط حاجه اتكلمنا فيها، الناس كلها بقت خلاص على لسانها تسمع الكلمه دي، لا مش عارف ايه بتاع. لا، هي ليها شكل تاني وليها اسم تاني. قبل لما اتكلم معاك سالتك عندك اي ليميت في اننا نتكلم في اي حاجه، قلت لي انا اوبن جدا، ما عنديش اي مشكله خالص. وانا شخص بطلع اتكلم ومش مكسوف من تجربتي في اي حاجه جدا. عاوز اكلمك في حاجه، يمكن دي هتبقى الحاجه الاخيره اللي احنا هنتكلم فيها. الادمان والجنس. الادمان والجنس مرتبطين جدا 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 ببعض. حلو. امتى المدمن بيروح ان هو لفكره الممارسه الجنسيه، وايه اللي بيشجعه ان هو يعمل كده بعد عمليه التعاطي؟ يعني دايما بنشوف برضو في الافلام والمسلسلات ان هو وقت لما بياخد الجرعه، الخطوه اللي بعدها على طول بيبقى في السرير. تمام. ده في مرحله معينه، وبعد كده هو ما بيقدرش يعمل حاجه اصلا بعد فتره كبيره جدا من حصل الموضوع ده. حصل ده حقيقي.
اتكلم في ده، لان طبعا احنا عندنا هاجس جدا لموضوع الجنس والكلام في الجنس والحاجات دي كلها، بس الوقت احنا بقينا بنتكلم عادي. لا 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 عادي عادي. هو نتكلم في اصلا بشكل ادمان عام. جنس، يعني احنا اصلا في آه. النهارده من ضمن الحاجات اللي احنا الإدمان، عدت علينا في طبعاً، الدراسه طبعاً. ادمان الجنس. يعني ده من ضمن الحاجات اللي هو في ناس اصلا عندها مشكله، هو هوس اصلا بيه. بس انا هقول لك على حاجه يا محمد، وعن تجربتي الشخصيه، الجنس في اول مخدرات حلو، لكن لما راسك بتتزرع في المخدرات انت اصلا ما بتشوفش الجنس الاخر. ما بتبقاش عارف انت خلاص. بتعمل ايه. لا ما هو بيبقى انت مجرد اداء. مش غير كده. النهارده انت كلك ميت. بيقولوا كلمه منمل. منمل منمل يعني منمل يعني زي ما رجلك بتنمل بس هو انت فعلا جسمك كله باحاسيسك بمشاعرك ميت. فانت هتتحرك ازاي تجاه واحده قاعده جنبك؟ انت النهارده هو بيبقى واحده قاعده جنبه وهما الاثنين شاربين وهما الاثنين قاعدين يعني ايه مسقطين على بعض بالمعنى بتاعنا يعني. فالنهارده هو مفيش مجال للجنس في الفتره اللي هي الايه الفتره الاخيره من الشرب، اللي هو خلاص بقى انت المرحله الاوليه والمدمن لسه بيبقى في نشوه للجنس، وفي بيبقى عايز وعنده طاقه وخلي بالك في بعض المواد المخدره بتدي باور. يعني باور. انا هكلمك في مشكله من اخطار الناس يعني اللي دخلوا في الادمان بدون سبب. ان جه واحد عايز يجامل صاحبه، فاداله نص حبايه، قال له دي هتبقى كويسه جدا معاك في الجنس. اخد النص حبايه. تاني يوم عايز يمارس جنس، اخد نص حبايه تاني. تالت يوم هو النهارده هيسيب الجنس وهيبقى مدمن الحبايه. وده بيحصل كتير جدا. في ناس ادمنت الحبوب المخدره بسبب ان هو كان بياخدها الاول عشان تديله قدره منشط، تديله قدره جنسيه. في انواع من الحبوب، انا مش بتكلم عن الحاجات اللي في الصيدليات والكلام ده، سيبك من دي، بكلمك ان كان في انواع من انواع الحبوب المخدره اللي هي مش مرخصه بالظبط. وهو كان بياخدها في الاول كان منشط، في الاخر لا بقى يمارس الجنس وبقى مدمن الحبايه دي. الحبايه اللي هو بقى خلاص. ودي بتدخله حاجه تانية ان هو كده مبدئيا خلاص بقى مدمن. فعنده الحته او عنده السلوك ان هو يبتدي يتجه للحته دي، فممكن يغير كمان الماده بعدين. عندنا في معتقداتنا الدينيه اللي بيمارس الجنس خارج اطار الزواج بيبقى ملعون او بيبقى كذا او بيبقى كذا، والمدمن دايما بيعمل ده بسهوله. ممكن ده يعرضه لاذى نفسي بلس الاذى النفسي اللي هو له علاقه بالمخدرات. لو متعافي ممكن ما يستحملش الاحاسيس والمشاعر اللي جوه منه لو عمل ده. في ناس ما بتستحملش ده. في ناس ما بتستحملش ده، وفي ناس ممكن تنتكس بسبب ده. يعني معلش هبسط الفكره ان انت قصد حضرتك ان في ناس تقدر ان هي تنتكس لمجرد ان هي مارست جنس خارج اطار الزواج حصل عشان هي خجلت من نفسها او حصل لها خزي او حصل لها عار فرجعت تاني للمخدرات عشان تنسى حاجه زي كده. ومحدش شافه، بس الاحاسيس والمشاعر اللي جوه منه اللي تعبته ووجعته خلته ينتكس تاني مخدرات او ينتكس روحانيا. يعني من جواه كل حاجه تقل، يبتدي يقل في كل حاجه كان بيعملها للتعافي بتاعه فيقع. وفي ناس بتكمل برضه ملهاش سقف. ايه مفهومك للروحانيه؟ انت دايما استخدمت اللفظ ده معايا في اكتر من كلام حاجه. انا بالنسبه لي هو ربنا. انا بالنسبه لي ربنا زي ما بفهمه بقى، زي ما معتز شايف ربنا دلوقتي مش زي زمان. انا دلوقتي شايف ان ربنا بيحبني، انا شايف دلوقتي ان ربنا النهارده مساعدني، انا شايف ان النهارده ربنا حاطط ايده عليا. فالنهارده ربنا الروحانيات بالنسبه لي اللي هي ربنا زي ما انا فاهمه. اوكي. بتاعتي انا فاهم قصدي ازاي؟ فهي ده الجانب الروحاني بتاعي. مش قصه صلاه وعباده وبتاع، لا. وبعدين احنا الاتصال القلبي يعني بينك وبينه. ان هو الموضوع لو بقى ديني هيبقى مقتصر على حاجات معينه. الموضوع عندي لو بقى ديني في التعافي وفي الكلام ده هيقتصر على بعض الحاجات معينه، لكن هو ربنا موجود. ما هو روحاني عشان وجود ربنا اصلا. مره كنت عامل ريلز بقول نتصل بربنا بقلبنا، يعني مش قادر اقول لك كميه الحاجات الناس اللي مش فاهمه والصلاه راحت فين. يعني انا بقول دي البدايه ان انا اتصل بربنا ابقى مراعيه في كل تصرفاتي. ما انا لو ربنا قدامي في كل حاجه مش هعمل غلط اصلا. حاجه تانية، هو لو ما فيش اصلا الصله اللي بين قلبك وبين ربنا انت مش هتصلي. وربنا كده موجود في قلبك بس. هو موجود في كل حاجه اصلا. بس انا بصحيه وبنيمه يعني طبعا بالزبط. انا مش عشان ما اتكلمش في الموضوع ده ناخده في حته تانية بس. تمام. معتز، عايزك توجه رساله
ل5 اشخاص، انا مش هفرضهم عليك، تقول مسج لكل واحد فيهم. حابب تقول هم مين؟ قول مثلا باللقب. حابب 5 اشخاص اللي هم كانوا اهم ناس في حياة معتز. هم اكيد اقرب حد ليا، يعني اهلي يعني. ادي مش هيبقى مثلا حد مسج بره. لبابا، مسج لماما. لان انت كمان قلت لي حاجه مهمه، قلت لي ان انا اول ما بدات الموضوع ده وان انا اطلع على السوشيال ميديا، انا سالت بابا وقال لي جاهد. فهو واضح حصل. ان هو شخصيه مستنيره وشخصيه حصل. عندها هو كان فخور بيه. وعندها فكر ان هو ما يبقاش مكسوف ان ابنه طلع على السوشيال ميديا وبيتكلم. فطبعا ده ده شيء حقيقي. انا بوجه له تحيه كبيره يعني مني انا شخصيا. ده حقيقي. هو اكيد طبعا اول حد يعني ابويا الله يرحمه، ده هو اهم حد النهارده ممكن اوجه له رساله. الله يرحمه. الله يرحمه. انا لحد النهارده بتمنى وجوده. هو موجود. لا، مفتقده. ان هو موجود بروحه معاك. ده حقيقي، بس انا مفتقده جدا اصلا. مش عارف لحد النهارده بروح معاه كتير جدا بفكري ومفتقده. برضو لو عايز اقول له رساله، انا بحمد ربنا ان انا يمكن ساعه وفاته كنت الحمد لله متعافي في حدود 7 سنين. كنت واقف، كنت عارف اخد عزا ابويا. كنت اكتر حاجه خايف منها زمان ان انا لو لا قدر الله جه اليوم ده ما اعرفش اكون واقف. بس الحمد لله انا كنت واقف. الحمد لله. كنت واقف. الحمد لله كنت واقف. طبعا كان جنبي، هم جنبي، بس انا كنت واقف الحمد لله. كنت قادر اقف قادر يعني قادر اكون الراجل اللي هو اللي سابه او يستحق ان هو يسيبه. فده بالنسبه لي فعلا مفتقده. لا، الله يرحمه. ربنا يرحمه. هو احد الاسباب اللي خلتك طبعاً. النهارده موجود على السوشيال ميديا بابا. انا محتاجه يعني كلمه اللي اقدر اقولها لك، محتاجه. ده بالنسبه له. امي طبعا دي بقى اكتر حد ساعدني في حياتي. دي اكتر حد عارفه تقبلني. انا عمري ما كنت اتخيل ان في حد يقبلني اصلا زيها. المشاكل اللي عاشت فيها خلتها تروح حتت واماكن عمرها ما كانت ينفع توصل لها، او عشان تساعدني ايا كان كنت في ايه يعني ايه المأزق اللي كنت فيه. بس انا والدتي كانت هي الوحيده اللي افتكر يعني الحمد لله ربنا يخليها لنا واقدر اعوضها زي ما انا بقدر اعمل دلوقتي. ربنا يخليها لك حبيبي. لسه 3. لسه 3. الشخص الثالث ده يعني ده يعتبر دي اساس حياتي. الشخص الثالث ده بالنسبه لي ده دي الاساس او العمود الاساسي بتاع حياتي. دي ما اعرفش، بحس ان دي كل حاجه في حياتي. دي المحرك بتاعي. اختي دي عندي دي هي اجمل حاجه ربنا اداني في حياتي طول عمري. ربنا يخليها لك. رساله لو هقول لها ما انا هفضل اشكرها طول حياتي. بس مش هعرف اعمل لها، ما بعرفش اعمل لها ايه اصلا. عارف يا محمد، يعني كل حاجه ببقى حابب اعملها لها احسن حاجه في الدنيا. لو مكالمه تليفون بحب اكلمها بشكل كويس وابسطها ونضحك ونهزر. لو هقدم لها حاجه او اعمل لها حاجه طبعا لا، دي في حته تانية. دي في حته تانية عندي، وهي اهم حد في حياتي. طبعا اكيد ابويا وامي كل حاجه، بس دي اهم حد في حياتي. عندي محمد اخويا. ده اقرب حد برضو لقلبي، يعني اخ وظهر وسند ما اعرفش، ما بشوفش غيره. انا يمكن دلوقتي ماليش صحاب، ماليش دايره صحاب. ممكن بسبب ضغط الشغل والظروف، والواحد قد ما قابل. بس هو ده صاحبي واخويا وكل حاجه. يعني انا برجع له في كل حاجه، حتى لو مش هيفيدني بس بقعد احكي له. ولو فادني، وحتى لو بنتناقر كاخوات ورايه ما يعجبنيش وابقى عايز، وهو كبير بس برضه هو كل حاجه. هو الصاحب، هو الاخ، هو السند. بلاقيه برضه وببقى فرحان جدا لو احتاجني. العيله يعني. دول الاربعه. وانا يعني خامس واحد ده هو اخ مش من يعني مش من امي وابويا. بس انا بتباهى وبتشرف بيه ان هو اخويا، وحطه في مقامه، يعني في مقامه محمد اخويا ده جوز اختي. اوكي. انا يعني مش عارف اقول لك ايه. مش هلاقي راجل شبهه يعني في الدنيا.
عارف معنى كلمه ان انت راجل؟ الرجاله مش عايز اجيبك حلقه تانية عشان نتكلم عن الرجاله. لا ده انسى. اللي هم ده في ما ده اللي بعدني بعيد عن الناس، ان مفيش حد اللي هو بقيت تعيش معاه فعلا. احنا عندنا لقاء تاني قريب مش هنتكلم عن الادمان خالص، هنتكلم عن الذكوره والرجوله لا انا عايز اوصلها كلمه، وكويس ان انت فهمتني. انا عندي اخ راجل، ده ربنا حطه في وسطينا والظروف ان هو يكون جوز اختي. ده من الحد ده انا بمتن له امتنان مش قادر اقول لك. يعني انا ده غالي جدا عندي، حد من الناس الغاليه عندي، وصدقني بامانه يعني عمري ما هقابل راجل زيه في حياتي. اوكي، بشكرك جدا على راسي، وانا مش عارف انهي الحلقه عشان مشاعري احتقنت شويه. انا قادر امسك نفسي شويه. انت بقى اللي تنهي وتقفل الحلقه بالطريقه اللي تريحك، وتقول الكلام اللي انت نفسك تقوله. انا كده خلصت، انت بقى عيش حياتك. بص يا محمد، وانا مش هبعد عن الموضوع، بس انا فعلا لو جوه مني حاجه واللي جاي محركني وانا جاي اقعد معاك وانا مبسوط ومتحفز انا وانت للموضوع، قبل اي حاجه وقبل ان الموضوع يوصل لاي حته، انا كل هدفي ان انا اساعد. فانا لو هوجه كلام او هقفل الحلقه، انا هقفلها بالمساعده. ان الناس كلها دلوقتي تبتدي تهتم اصلا. يعني انا شايف ان الناس لازم تهتم باسرتها واللي حوالين منها، واي تصرفات غريبه تبتدي تسال وتدور، مش عيب. مش شرط ان هو يطلع عنده مشكله مع المخدرات او الادمان، ممكن يطلع سليم وانت اللي شاكك فيه وماشي ورا تفكيرك. ما تتكسفش ان انت تلاقي مشكله في ابنك او في اخوك في البيت وتروح تسال، بس دايما حاول تسال في المكان الصح. ان الاماكن الغلط بقت كتير جدا في حياتنا، مش شرط في المجال بتاعنا او في الكلام اللي انا بتكلم فيه. النهارده كل حاجه فيها بقى في بعض الوظائف كلها فيها كويس والوحش. يعني اي منشاه، مش شرط منشاه طبيه زي اللي احنا فيها، لا هو اي منشاه. النهارده لو انا داخل بتعامل مع شركه، في كويس وفي الوحش بدور طبعا. النهارده انا كمعتز لو داخل اشتري منتج بشوف ايه الكويس والوحش، فده طبيعي. احنا كمان نبتدي ندور. انت راح تودي ابنك في مكان عشان يتعافى، عشان حياته تتغير. ابنك مدمر نفسه، فانت رايح بتعيد له كيانه تاني. لازم تدور على المكان الصح. وحاجه اخيره عايز افهمها للناس، على قد ما المكان بيبقى عليه عامل، الشخص نفسه كمان هو عليه دور كبير جدا. اللي احنا بناخده البيشنت او النزيل او المريض، ده بيبقى عليه دور كبير جدا جدا جدا. احنا بنعمل مجهود معاه ان احنا نوصله. هو الراجل مبقاش عنده استعداد ولا عنده نيه، ولا في حد هيقول لك انا عايز اجي ولا عايز اروح. انت اسبق بالخطوه دي، ان انت توديه وان انت تروح وان انت تسال، عشان تعرف توصله لبر الامان. وبعد كده سيبه، هو هيبتدي يكمل لما يروح لاشخاص امنه تعرف توصله للكلام ده. بس تكون مرت بالخبره اللي هو دلوقتي عايش فيها، او السوق او القاع زي ما بنقول اللي هو عايش فيه. هنبتدي نعرف ازاي نشده واحنا بايدينا ونطلعه منه. بس انت وصله لنا بس وملكش دعوه. اللهم منحني السكينه لأتقبل الاشياء التي لا استطيع تغييرها، والشجاعه لتغيير الاشياء التي لا استطيع تغييرها، والحكمه لمعرفه الفرق بينهما. شكرا يا محمد. شكرا يا محمد. شكرا ليك يا حبيبي. شكرا. حبيبي يا محمد.